عند صاحبي في البيت، اخته ندهت عليه فراح يشوفها عايزه ايه. بس انا استغربت لانه اتاخر عليا قوي. انده عليه ما بيردش، اعلي في صوتي ما بيردش. قلت لا ما بدهاش بقى، لازم اشوفه هو راح فين. وفعلا بعد ما قمت ادور عليه لقيته هو واخته في الاوضه وكانوا بيعملوا حاجه غريبه قوي. جالي تليفون من صاحبي قال لي بقول لك ايه، انا عازمك النهارده على غدا هيعجبك قوي، ده اختي اللي هتعمله بايديها. قلت له كمان اختك اللي هتعمله؟ ماشي يا سيدي، ولو اني يعني مش متعود منك على العزايم اللي في البيت دي، بس حلو، هخلص شغلي من هنا وهعدي عليك على طول من هنا. وقفلنا الخط على كده. وفعلا رحت بقى اشتريت حلويات وبتاع، قلت ايه مش هخش بايدي فاضيه، ورحت رايح على بيت صاحبي. لقيته فعلا مجهز السفره ووليمه اكل. الله، ايه الوضع الغريب المريب ده؟ انت من امتى ده؟ انت كل حين ومين يعني لما يكون في مناسبة قوي لما بتعزمني على غدا، وبعدين كون ان انت عامل الوليمة دي كلها واختك اللي واقفة، اللي هي انا عارف ان هي دلوعة اصلا، واقفة عاملة الاكل ده كله. بقيت مستغرب، قلت يا واد انت هو اكل ولا بحلقة؟ اقعد اتغدى وخلاص. شوية ومامته خرجت قعدت تتغدى معانا. قعدنا اتغدينا لقيته قاعد هو واخته قعدة غريبة ومريبة. اتنين بيهزروا بطريقة غريبة قوي، ويأكلوا في بقها وتأكله ويدلعها وتدلعه. اللي لفت انتباهي وخلاني استغربت من الموقف ان انا عارف ان باباهم تعبان جدا ومريض، ولسه خارج ما بقالوش كام يوم من عملية قلب مفتوح، ووالدتهم عندها كانسر وحالتها صعبة ومتأخرة جدا. منين بقى الوضع ده؟ ومنين انت بتعزم صاحبك اللي هو انا وعامل الوليمة دي؟ وايه الهزار والضحك والمسخرة والنغزات والحاجات اللي انتوا بتعملوها مع بعض دي؟ لا وانا كمان قاعد وموجود. الوضع كله على بعضه مش راكب. قلت يا واد كبر دماغك. المهم فضلت قاعد وهم قاعدين على الوضع ده، ومامتهم قاعدة. ربنا يخليكوا لبعض يا ولاد، ربنا ما يحرمكوش من بعض، مش عارفة ايه، انا مطمنة ان انا هموت واسيبكم مع بعض ومش عارفة. قلت ماشي، بس يعني ده كانوا من يومين انا كنت بتصل بيه عشان اسأله على باباه، كان منهار من العياط وحالتهم كانت الاتنين صعب، وانا سامع اخته جنبه عمالة تعيط. منين كده ومنين عمالين تأكلوا بعض وتدلعوا بالطريقة دي؟ المهم قعدت خدت واجبي وبتاع، بس لقيت صاحبي كل شويه يقول لي عامل ايه، كلام ايه على المداري كده، انا كنت عايزك في موضوع كده وهقول لك عليه ومش عارفه. تقول لي يا سيدي مالك، ما تقول فيه ايه. هقول لك خلاص، هقول لك بقى بعدين بقى لحسن ايه القعده كده النهارده، الوقت خدنا وسرقنا والموضوع ده موضوع طويل. قلت له طيب ماشي وسكت. وطبعا انا ماشي من بيتهم وانا مستغرب. مفيش بعدها بيومين لقيته برضه بيتصل بيا بيقول لي بقول لك النهارده الخميس بقى وبكره الجمعه، انا عازمك النهارده نسهر مع بعض في البيت، نقعد بقى ونلعب بلاي ستيشن. قلت له نلعب بلاي ستيشن وابوك عامل عمليه وامك بتموت اساسا من حالتها المتاخره؟ ماشي هجيلها هعدي عليك اخر النهار كده اعدي عليك. قال لي وبكره بقى اجازه صباح الجمعه نسهر مع بعض بقى للصبح. قلت له طيب تمام هعدي عليك. وفعلا قمت رايح، لقيت برضو اخته ما شاء الله عامله عشاء وقاعدين يهرجوا مع بعض، ويدخل وراها يجيب الحاجات وتيجي والدنيا لطيفة. أنا أصلا كنت محرجة أروح وهما في الظروف دي، بس صاحبي وأخته وضعهم غير وضع، مش ماشي مع الظروف اللي هما فيها. المهم فضلت قاعد عمال يجيب لي معرفش ايه اشرب ايه واكل في ايه واعمل في ايه، لحد ما لقيته قام
دخل جوه واخته هي كمان جوه. استغربت، اتأخر عليها جدا. المهم انده عليه، يا فلان، ما بيردش. ربع ساعة انده تاني وعلي في صوتي. طب ما انا هخش بقى اتجول في الشقة وما يصحش. انده وعلي في صوتي ولا هو هنا. رحت قايم بقى، قلت اما ادور عليه بقى، هو دخل الحمام مثلا وغاب جوه، ولا في المطبخ بيطبخ حاجة ولا بتاع. بس بقيت طول ما انا ماشي في السكة، عشان برضو البيوت لها حرمة، طول ما انا ماشي في السكة انده، طول ما انا ماشي في الطريق انده. وشقتهم ما شاء الله شقة كبيرة. لحد ما قربت على أوضة أخته. ده اللي عرفته إن هي أوضة أخته، لأن أنا عارف أوضته كويس. لقيتهم هما الاتنين في الأوضة، وسمعتهم بقى من بره، من على الباب من بره، وهم ولا سامعيني من كتر ما هم عمالين يتكلموا. وطبعا أنا مش عايزة أعلي صوتي قوي، لأن أنا عارف إن في ناس مريضة. فسمعتهم من على باب الأوضة وهم بيتكلموا. طب ما تروح تقوله، بقول لك ايه، انت كنت هتقول له المره اللي فاتت واحرجت وما رضيتش تقول له. هتقول له بقى المره دي ولا احنا هنفضل مطولين في الموضوع ده على كده كتير؟ لا، لازم تقول له على الموضوع كله من اوله لاخره، علشان ايه؟ نشوف هيوافق ولا مش هيوافق، يبقى معانا في القصه دي ولا مش هيبقى معانا. يقول لي والقصه ويوافق ومش هيوافق. الموضوع المريب بقى ده هو فيه ايه بقى بالظبط؟ حسيت ان في حاجه غريبه. المهم فضلت واقف، لقيت اخوها بيقول لها ايه بقى؟ انا خايف لحسن ما يوافقش ويخلي شكلي وحش ويعرف السر اللي ما بيننا ويفضحه بعد كده. ما انا مش عارف هو هيداري علينا ولا مش هيداري علينا. رحت راجع كده لورا، اداري عليكم؟ يا نهار اسود، هو انتوا بتعملوا ايه وعايزيني اشترك معاكم في المصيبه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي؟ طبعا دماغي اتقلبت. فضلت اسمع تاني، تقول له يا عم هو ايه بقى؟ ما هي هيسكت ومش هيفتش السر، يا هيوافق وخلاص. اتكلم بس انت معاه وشوف ميته ايه وهيرد عليك بايه. لقيت اخويا قال لي انت بس مصممه. طب نشوف واحد تاني. طب قالت له بقول لك ايه، ما هو ده صاحبك واقرب حد ليك، وانت اللي من الاول رشحته للموضوع ده، وانت اللي قلت هتدخله ما بيننا في القصه دي، فما فيش غيره قدامنا دلوقتي، وهو فعلا انا حاسه ان هو اهم واحد يعمل لنا الموضوع دوت ويشاركنا في الليله السوداء دي. قلت لها طيب ايه، ماشي، هو قال لها كده. رحت راجع، قلت بس انا هفضل قاعد بقى كده ايه، مستني اما يخرج اعرف بقى اخرة الليله السوداء دي اخرتها ايه، عايزيني معاهم في ايه هما الاتنين. شويه لقيت 10 دقايق تانيين وراح خارج، وانا طبعا وشي جاب 100 لون. فضلت قاعد كده. قال لي بقول لك ايه، انا من المره اللي فاتت وانا عايزك في موضوع مهم. قلت له طب يا حبيبي قول. قال لي هقول لك على سر كبير، وده سر بالنسبه لي اكبر سر في حياتي. انا ما فيش في حياتي اسرار غير السر ده. انا هامنك على السر ده وهطلب منك طلب بعد ما تعرف السر ده، ويا توافق يا ترفض، انت حر. بس انا هأمنك امانة ان السر ده لازم محدش خالص يعرفه، سواء انت وافقت او رفضت، محدش امانة عليك يعرفه خالص. وهحلفك على المصحف ابويا وامي بالذات ما يعرفوهوش، لان ابويا وامي لو عرفوا السر اللي ما بيني وما بين اختي ده هيموتوا فيها، وانت عارف هم حالتهم عاملة ازاي. قلت له انت وغوشتني، في ايه؟ ما تخلص يا عم. قال لي طيب هقولك، بس تحلف الاول على المصحف ان ده سر مش هتقوله. راح جاي قلت له ماشي حاضر. راح جايب لي مصحف وحلفت عليه ان انا مش هقول السر ده خالص. لقيته بيقول لي اختي حامل.
قلت له اختك حامل ازاي؟ انا عارف ان هي كانت مخطوبة بس ما اتجوزتش تقريبا، ولا هي اتجوزت؟ قال لي لا ما اتجوزتش وفسخت الخطوبة. قلت له امال حامل من مين يا ابني؟ ما تقلقنيش، قول لي حامل من مين، انت عملت ايه بالظبط؟ لقيته بيقول لي ما هي اختي حامل من البيه اللي كان خاطبها. قلت له يا اخي وقعت قلبي، انا افتكرت ان انت الله يخرب بيتك عملت حاجه مع اختك وارتكبت كبيره ولا عملت ايه. قال لي لا يا عم، انا شايل السر علشان خاطر ابويا وامي ما يقدروش يسمعوا حاجه زي كده، وانا اللي لازم اتصرف مع اختي، انت عارف علاقتي باختي، وعرفت المصيبه اللي هي فيها دي منها، ما هي كان لازم تقول لحد وانا اقرب حد ليها، وطول حياتنا اسرارنا مع بعض، واحنا مش صحاب مش اخوات بس، ده احنا اخوات وصحاب. قلت له طب وبعدين يعني انت عايز، انا مش فاهم انت عايز ايه برضه. قال لي مفيش، البيه عمل عملته لما عرف ان هي حامل، فص ملح وديب ومش عايز يصلح غلطته. قلت له ازاي؟ طب فين اهله؟ قال لي اهله راميين طوبته، ولما رحت انكش عليه وادور عليه واقول لهم هو فين وعمل كذا كذا كذا، قال احنا ما نعرفش عنه حاجه وده سافر بره. طب سافر بره فين؟ ما نعرفش. قلبت عليه الدنيا، واهله واصحابه ومعارفه في المنطقه محدش عارف عنه اي حاجه خالص. عمل عملته واختفى، وكل ما اسال حد اصله سافر سافر. ومن يومها بقالي شهر ونص بدور عليه وانا مش عارفه اعثر عليه. وطبعا اختي دلوقتي حامل، والمصيبه انها اما تولد هنعمل ايه وهنسوي ايه. فكان لازم ان انا الحق اتصرف واعمل اي حاجه. فانا دلوقتي ما قداميش حل غيرك. فقلت له ايوه انت عايز مني ايه يعني؟ مش فاهم. قال لي انت عارف احنا عشرة عمر وبتاع، وانا مش هطلب منك اي حاجه خالص غير ان انت بس تكتب كتابك عليها وتتجوزوا على الورق لحد ما هي تخلف، وبعد ما تخلف طلقها يا سيدي، ومش عايز منك اي حاجه، بس الموضوع كله يبقى ما بيني وما بينك، ولا هنكتب بقى لا قايمه ولا شبكه ولا مهر ولا عايزين اي حاجه خالص، بس مجرد ما تولد الولد يتكتب باسمك وانساه بعد كده. بس انا استر على اختي، والولد اللي في بطنها ده يتكتب باسم اي حد، وبعد كده يا سيدي عيش حياتك زي ما انت عايز. حابب تكمل معاها كمل، مش حابب تكمل معاها علشان الظروف اللي هي فيها وكده خلاص، اول لما تولد والولد يتكتب طلقها وعيش حياتك انت زي ما انت عايز براحتك خالص. طبعا قعدت مع نفسي كده قلت له يا ابني ده انت خلتني بطني كركبت وما بقيتش عارف انت بتعمل ايه، وشايفك انت واختك ودخلت لي دخله غريبه، وشايفك انت واختك ولا همك ولا على بالك ابوك المريض اللي جوه، وقاعد تهزر وتاكلك وتدلعها وتدلعك وتعملوا فيلم هندي. ولما لقيتك بتقول لي سر واختي حامل انا قلت بس ده انتوا عاملين مصيبه انتوا الاتنين مع بعض. امال ايه يا ابني؟ قال لي ما انا هعمل ايه، ما انا لازم ابين قدام امي وابويا ان علاقتي باختي عاديه جدا، ولازم نبين لهم ان احنا كويسين مع بعض، علشان هما كل همهم ان احنا وعلاقتنا تبقى حلوه مع بعض، علشان هما خلاص زي ما انت شايف حالتهم الصحيه متاخره ازاي، فعايزين نحسسهم طول الوقت ان احنا كويسين وما تشيلوش همنا وان مفيش مصيبة، لكن هنبين لهم ونوضح لهم ان احنا في كارثة زي دي لازم نداري عليهم طبعا. ومفيش اقرب مني لاختي ان انا لازم احل لها مشكلتها والمصيبة اللي هي وقعت فيها. انا عارف ان هي غلطت وعملت كارثة من المصيبة، بس انا هموتها ولا هقتلها ولا هعمل ايه؟
حط نفسك مكاني، انت لو مكاني هتعمل ايه وتتصرف ازاي؟ ابوك وامك بيموتوا واختك عملت الكارثه والمصيبه اللي هي فيها دي، هتعمل ايه؟ قلت له انت عندك حق، انت كان لازم تداري طبعا عليها ولازم تستر عليها ولازم تتصرف، بس يعني انا مش عارف اعمل ايه بصراحه، انا مش عارف ارد عليك ازاي. قال لي خد وقتك براحتك خالص وفكر براحتك وبعدين رد عليا. انا دلوقتي في الموقف اللي لا احسد عليه ده، من ناحية بفكر ان انا استر على البنت دي، ومن ناحية تانية بفكر طب وانا اكتب ولد مش ابني باسمي ليه؟ طيب ما انا هطلقها بعد كده، طب لما اجي اتجوز هيبقى انا هبقى اسمي ان انا متجوز وعندي ولد ومطلق ورامي ابني. طب ما انا هاجي اتجوز واحده تانية تقولي لا انت مطلق قبل كده، انا ما اتجوزش واحد مطلق. يا دي النيله، دماغي مقلوبه، همي استر على البنت واكسب فيها ثواب وابقى عملت معروف في صاحبي، وارجع اقول طب ما انا هجيب لنفسي برضو مشكله بعد كده ومش هعرف اتجوز جوازه طبيعيه وعاديه. قولولي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ دي المشكله اللي بعتها لنا صاحبها. طبعا هو بين نارين، نار ان هو عايز يستر على البنت ويجامل صاحبه وينقذها من المصيبة اللي هي فيها دي وينقذ اهلها قبل ما ينقذها طبعا، وما بين ان هو لو عمل كده وبعد ما يتجوزها ويستر عليها وخلاص تخلف ويطلقها، والولد طبعا هيتكتب باسمه، ولد مش ابنه. طب فيما بعد لما يجي يتجوز، فرضا هو بيحب واحدة معينة وراح اتقدم لها واهله عرفوا ان هو مطلق وعنده ولد، في الحالة دي ممكن قوي لا انت مطلق وعندك ولد، لا 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 احنا مش هنجوز بنتنا لواحد مطلق. او فرضا زي ما بيحصل للاسف في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي، لا والله انت اصل احنا مش ضامنينك، انت واحد مطلق قبل كده وعندك عيل، لازم ما تجيب لها وتعمل لها وتسوي لها ولازم نضمن حق بنتنا. فانت هنا هيتحط عليك لود انت مالكش ذنب فيه. ففي الحالة دي لو عملت كده وسطرت على انا هديك رأيين، طبعا انا من باب ان انت تستر عليها تمام، بس انا فيما بعد زي تفكيرك كده بالظبط، لو فكرت ان انت تيجي تتجوز في الحالة دي لازم صاحبك واخته اللي هي هتبقى طليقتك يروحوا معاك لاهل البنت اللي انت هتتجوزها يعرفوا اهلها القصة وما فيها، ان انت اولا جوزتها من باب الستر وان انت ما دخلتش بيها وما عملتش معاها علاقة وان الولد مكتوب باسمك علشان هي كانت غلط، فلازم ولازم الاوله شرط اخره نور. زي ما انا يا بنت الحلال هستر عليكي، زي ما انت هتيجي توضحي فيما بعد للناس اللي انا للبيت اللي انا هدخله وللبنت اللي انا هتجوزها فيما بعد، لازم تيجي انت واخوكي معايا بعد كده وانا بتقدم لها نعرفهم الحكايه والقصه فيها ايه، ان انا لا اتجوزتك، انا جوازي منك على ورق وكذا 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 وكذا. فده رأيي، ان انت لو ربنا ألهمك صاب واستخرت، انا طبعا رأيي في الاول وفي الاخر انت لازم تستخير ربنا بعد ما تستخير ربنا، لو ربنا كرمك وان انت خلاص او حالك ان انت تستر على البنت دي، ففيما بعد تعمل زي ما بقولك كده وتبقى متفق معاها ومع صاحبك من الاول ان يا جماعة طب لو انا جيت اتجوزت فيما بعد، اهل اي واحده هخش بيتهم هيقولوا ان انا مطلق والحكايه والروايه، فانتوا يرضيكوا يحصل فيا كده؟ صاحبك طبعا هيقول لك لا ما يرضينيش، انت كتر خيرك ان انت هتصر على اختي. في الحاله دي هنيجي معاك انا واختي ونوضح لهم القصه فيها ايه. ده رايي. قبل كل ده
ليا رأي تاني، ان انت تحاول تقعد مع اخت صاحبك، اذ ربما البنت تعجبك، واذ ربما تحبها وتحبك، واذ ربما الجواز ما يبقاش على ورق ويبقى انت سترت عليها واتجوزتها جوازة رسمية شرعية وما طلقتهاش فيما بعد. فده رأيي اللي انت تعمله الاولاني، اعمل كده الاول. مشي الحال وكان بها وانت تقبلت الموضوع وان انت عارف ان هي غلطت وان انت هتستر عليها، بس ناوي تكمل معاها علشان حبيتها مثلا، او البنت عجبتك او وسامحتها على الغلطة اللي هي غلطتها وهتكمل حياتك فيما بعد، يبقى كتر خيرك. بس طبعا القلوب دي من عند ربنا، والمحبة بتنزل من عند ربنا. حبيتها وكان بها يبقى حلو قوي وخير ورضا من عند ربنا، وهتكمل حياتك انت وهي مع بعض، وهي هتشيلك الجميل ده طبعا فوق راسها. ما حصلش وانت استخرت ربنا وربنا اوحى لك او الهم لك ان انت تستر عليها وتطلقها فيما بعد، يبقى زي ما قلت كده رأيي من شوية، تتفق مع اخوها على كذا 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 كذا. ده رأيي في مشكلتنا النهاردة. اللي عنده اي رأي تاني يا جماعة، او حد مر بتجربة زي كده، او الظروف دي طبعا بتحصل للأسف، بتحصل كتير وبيبقى من باب الستر وبتاع، اضحي انا، يقول لنا عمل ايه وتصرف الموضوع ده ازاي. واللي ما مرش بالتجربة دي او سمع عنها يقول لنا برضو رأيه في الموضوع ده يعمل ايه. واللي مأيد رأيي سواء الاولاني او التاني يقول لنا برضو ان هو مأيد رأيي. خلصت حلقتي النهاردة. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لنا رقم تليفونه، واللي عايز انا اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوب. خلصت حلقتي، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.